وانتقلنا مرة أخرى بكاميرا منشط الطبعة الأولى لاستغاثة أخرى من شباب قرموط البهو، ونشوف كده مع بعض. السلام عليكم، تعرف عليك؟ كابتن مصطفى عبد الفتاح. حضرتك بتشتكي من إيه؟ طبعا احنا كشباب في قريه قرموط البهو بنشتكي ان مفيش ملعب طبعا، بس يا استاذ مفيش ملعب هنا في قلب البلد ولا خماسي ولا اي حاجه نلعب فيها. وطبعا حضرتك شايفه كم من الشباب موجود دلوقتي وبنلعب فيه ارض بور ما هياش موجوده ولا ملعب لينا خالص. واحنا بنطالب ان احنا زي كاي بلد موجوده على الخريطه، عايزين ملعب زي اي بلد، عايزين نلعب عليه. لو مفيش ملعب في البلد الشباب دي كلها هتلعب فين ولا هتروح فين؟ هتلاقي طبعا كله بيتجه للمخدرات واللي قاعد على الكوبري ما بيعملش اي خدمه طبعا، ولا حتى النادي فاضي ما فيهوش اي خدمات خالص. حتى الكوره اللي بنلعب بيها حضرتك بنجيبها على حسابنا، الشباب بيلم فلوس وبنجيب كوره على حسابنا وعشان نلعب بيها. حتى لما بيكون في دوره رمضانيه ولا حاجه بنلم بعض من بعض فلوس برضه عشان نجيب هدايا لجوائز دوره الرمضانيه عشان نشتري فانيلات للجوائز وكل حاجه. طبعا برضه النادي ما فيهوش اي خدمات زي ما قلت لحضرتك، ولا ترابيزه بلياردو ولا اي خدمات خالص. الشباب ده كله بيطالب باي حاجه ولا اي صراحه البلد دي فقيره جدا 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 ولا في اي خدمات للشباب خالص. والله احنا طالبنا كتير لمركز للبلد، المركز الشباب يتطور وجالنا اكتر كلام كتير سمعناه ومفيش اي تطورات ولا حتى ملعب ولا اي حتى خدمات. شكرا. نقول لك ايه يا حبيبي، انت بتلعب فين؟ خش يا بابا، خش يا بابا، خش يا احمد على اي واحد من الشباب. خش يا جدعان، خش يا بوله، خش يا كابتن. نتعرف عليك؟ احمد ابراهيم. انت بتشتكي من ايه يا احمد هنا؟ دلوقتي ما فيش ملعب لنا وكلهم وما حدش بيدينا هنا بتاع فلوس البتاع، هم اللي بيعملوا الدورة على حسابهم، فلوس على حسابهم، كل حاجه على حساب الشباب قرموط البهو. ويجي يشتكوا من الملعب، ما يجي يشتكوا جوه ما حدش بيعبر. يعني انت اشتكيتوا قبل كده؟ كله اشتكى وكله راح كله، وما حدش وقف معاكم ولا ما حدش وقف معاك. يعني اداره المركز ما فيش حد وقف معاكم؟ سيبوه براحته، سيبوه براحته. خالص. طب لما بتشتكي اداره المركز بتقول لك ايه؟ لما بتشتكوا اداره المركز بتقول لك ايه؟ مش عارف والله، كل راحه ما فيش استجابه. بس يا عم بعد اذنك يا ابله، بعد اذنك بس ثانيه واحده. اه والله بس